إذا في بطولة أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا، تمكن المنتخب الهولندي من قلب الطاولة على المنتخب التركي وهزمه بهدفين مقابل هدف واحد وتأهل إلى نصف النهائي. المنتخب التركي تقدم بهدف، لكن المنتخب الهولندي وبحكم الخبرة استطاع أن يعادل المنتخب التركي ومن ثم أن يسجل هدف الفوز ويتأهل. ما جرى على المستطيل الأخضر لا يخفى على أحد، الكل شاهد المباراة، لكن هناك العديد من الأحداث واللقطات التي جرت سواء في المدرجات أو خارج المستطيل الأخضر. ومن بين هذه اللقطات هو وصول رجب طيب أردوغان لمؤازرة منتخب بلاده في هذه المباراة المهمة، لكن أردوغان عاد حزينا كما حال لاعبي منتخب بلاده بعد الهزيمة المريرة. أظهرت اللقطات تفاعل رجب طيب أردوغان وفرحته بهدف منتخب بلاده الأول، وكذلك شاهدنا لقطة لتواجد اللاعب مسعود أوزيل الذي يحمل الجنسية الألمانية والتركية جالسا خلف رجب طيب أردوغان. رجب طيب أردوغان بعد المباراة دخل إلى غرفة اللاعبين وأثنى عليهم وهنأهم على هذا الأداء الكبير بحسب وصفه. رجب طيب أردوغان وصفهم بالأبطال وهنأهم جميعا وقال لهم أنتم أبطال بغض النظر عن النتيجة، وتابع بأنه سنواصل العمل على هذا المنوال في المستقبل. ونشاهد هنا مصافحة لرجب طيب أردوغان لجميع اللاعبين. أردا جولر كما صافح رجب طيب أردوغان اللاعب الموقوف المدافع ديميريال والذي تم إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا بسبب حركة أو إشارة قام بها خلال مباراة النمسا، والإشارة ترمز إلى حركة تدعى الذئاب الرمادية. كما أن حميد آل تنتوم مدير المنتخب التركي لكرة القدم أكد بأن تحية الذئاب الرمادية ليست السبب في حضور أردوغان للمباراة، وقال تم الاتفاق على ذلك مسبقا بأن رئيس البلاد يرغب في حضور هذه المباراة، ليس الأمر متعلقا بالواقعة والحادثة. كما شاهدنا كذلك خلال عزف النشيد الوطني لتركيا قيام الجمهور التركي برفع الإشارة نفسها التي رفعها ديميريال، وكذلك خارج الملعب هناك مشاحنات مراشقات بين الجمهور التركي والجمهور الهولندي كما نشاهد هنا، خاصة بعد تسجيل هولندا للهدف الثاني. حدثت بعض الصدامات بين الجمهورين في المنطقة المخصصة للمشجعين. كذلك شاهدنا لقطات لبعض الجماهير التركية التي رددت شعارات معادية للاجئين أو كانت ضد اللاجئين. في نهاية المطاف عاد كل من رجب طيب أردوغان ومنتخب تركيا إلى بلادهم بعد خروج مرير وحزين أمام هولندا.
Hepinize hayırlı yolculuklar dilerken Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyon.